خف ده شويه، حرك جسمك شويه. واللي ما يحترمش قانونها يتوب. هو ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ كل ده يحصل. كلنا ابطال عرض اهو. انا شايفاكم بتقدموا العرض كده وتقوموا تغيروا وتعملوا حاجات تانية. الداخل هنا بيتأيد. طيب نرجع تاني. مسرحية اسمها عندي مشكله. شقة في أزمة، وهي في أزمة فعلا في شقة. أيوة. لما تروح شقة ده أزمة كتيرة كبيرة في أوي. البلد، ما تروح شقة كتيرة. ربنا يكرمك. كل ده هيحصل او كل ده هيحصل وكل ده هيحصل في نص الليل. باين الكلام كده. من المكتبة النهاردة مؤسسة النيل العالمية للتنمية وإعداد القادة. لو شفنا نيل المنصورة الجميل، هنا فريق المسرح بيقدم عرض جميل. بنقول إن المنصورة مش مشهد للأصل والصورة، المنصورة عملاقة بجمالها وبفريق المسرح اللي فيها، فريق العرض وبتوع أبطال ونجوم والتأهلية، عاصمة الجمال والحرية. مكتبة. ازي حضرتك؟ طب تشرب الهواء في الهواء الطلق، تشرب القهوة في الهواء الطلق. طبعا تبع المكتبة صح؟ ايه رأيك في الاحتفالية بتاعت الأستاذ أشرف بدير والمسابقة العملاقة؟ فيلم ومسرح مش في المجال ده. أنا حضرتك مسرح المسرحية؟ جاي مطعم على الفيلم ده. حضرتك بقى مين؟ عرفنا بيك. عرفنا بيك المخرج مين؟ انا مجالي سينما ومسرح، ماليش في الشعر والابداع. لا مع فهم. حضرتك المخرج مين أو المسرح؟ انا سعيد شقيق، كاتب سينمائي ومسرح. هو ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه رأيك في العرض بتاع الشباب كل ده الحلوة هيحصل دي؟ في نص الليل. انا جاي اقول مش أنا شفت البنت في العرض من شوية ما شاء الله، أداء حلو. ربنا يوفقهم يا رب. يا رب ربنا يوفقك. كده دورك كام؟ انتوا الثلاثه.